يا مساء الفل على كل حبايبنا في كل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. دي قناتكم الحمام مع العمده، وهكون معاكم باذن الله رامي العمده. النهارده باذن الله هتكلم عن ميعاد فطام الزغاليل. انا ليه قلت ميعاد فطام الزغاليل، ما قلتش عمر الزغاليل بتاعه الفطام؟ لان كل زغلول بيفرق عن التاني. انا ممكن الاقي زغلول يعتمد على نفسه وهو عنده مثلا 20 يوم. انا عن نفسي بعمل كده، ببتدي ابص على، انا عارف الزغاليل اللي عندي وعارف ايه اللي اعتمد فيها، ايه اللي ابتدى يلقط، وايه اللي ممكن لو عزلته هيعتمد على نفسه من غير ما تحصل له مشاكل ويضعف او يخس. وممكن حاجه تاني تكون سنها وصل زي ما انا كنت بقول قبل كده، ان العمر المتوسط، العمر المناسب 30، لكن مش ثابت. بنشوف بعينينا ان الوقت اللي فيه الزغلول ينفع يكون معتمد على نفسه وصحته ما تضعفش مننا، بنبتدي ناخد الزغلول ونعزله. النهارده هنشوف مع بعض شويه زغاليل. انا هبتدي اعمل لهم مكان كده وافطمهم فيه، وهنشوف مع بعض واحده واحده. هنبدا مع بعض كده ونمسك زغلول زغلول ونشوف. انا مجهز هنا مجموعه زغاليل اللي هي هفطمها النهارده، اعمار مختلفه. زغلول زي كده. طبعا في حد هيقول لسه الريش الاصفر فيه، انا طبعا ده عمره لسه نقول مثلا حسبة 25 يوم او 23. زغلول تاني نقول كده بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. ده زغلول اهو، هنا شايفين ادي ده سنه. انا مش هينفع اسيبه تاني، وزنه يبقى كويس. احنا طبعا بنجهز عين زي كده تكون متقفله كويس عشان خاطر الهواء ما يبقاش زياده فيها والطيارات، لان الزغاليل في العمر ده بتبقى برضه مش زي الحمام الكبير. بتبقى محتاجة شوية رعاية مننا شوية. ده زغلول اخو الزغلول اللي احنا شفناه دلوقتي، او هو كان معاه في العش حتى لو مش اخوه. المهم ده طبعا انا يعني عزلت الكبير عشان الاهالي ينفع يعني يهتموا بده شوية وتبتدي صحته ترد، لان هيكون زغلول واحد تحتيهم. فده نرجعه مكانه. انا جبته بس عشان افهمكم ان مش كل الزغاليل في اي وقت، مع ان الزغلول اللي انا رجعته مكانه ده هيكون اكبر مثلا من زغلول زي ده. انا ادي زغلول تاني اهو، ده اخو الزغلول اللي وريته لكم في الاول. ادي هو زغلول صحته كويسه، هيلقط وحده. احطه برضه هنا. زغلول تاني ده عمر اكبر شويه، بس انا تقلت عليه، ما كانش كنت بشوفه ما بيلقطش. برضو عايز اقول لكم على حاجه بخصوص الزغاليل. انا مثلا لما يكون عندي قص زي كده، انا باكل في الاكلات اللي بره العين دي، ماشي. لما بيكون عندي زغاليل باجي في اخر كام يوم قبل ما افطم الزغاليل، بجيب مكلف زي كده وابتدي احطه يعني جوه العين. ليه؟ لان الاهالي لما هتلقط قدام الزغاليل فبتعلمهم كده الاكل، فبيبتدي الزغلول يوم في يوم ياكل 3 4 ايام، بيبتدي ياكل من المكلف ده. لما اجي بعدين احط له بعدين اعزله يكون هو اتعود. لكن العين اللي بره دي هيلقط منها، بس هيتاخر، مش هيبقى زي اللي جوه. انا عايزه قبل ما افطمه يكون شد شويه في الاكل. ده برضو زغلول. انا كل دول يعني انا شايفهم اعمار مختلفه، بس العامل المشترك بينهم ان كلهم النهارده ينفع يعتمدوا على نفسهم. ده ميعاد كويس للفطام بالنسبه لهم، مش عمر كويس، لان كلهم اعمار مختلفه. ده يعني ده زغلول ده حجمه اقل من الكل، ماشي، بس اكتر واحد بياكل فيهم. حجمه صغير بس يعني دايس في الاكل كويس، لان هو السن ده مش رومي.
زي ما قلنا ده زغلول تاني. ولا يهمك، ده زغلول تاني برضه هيتفطم معانا. طبعا يا جماعة الفطام دي أجمل حاجة بتبقى عند الغواية. أنا طبعا بعد ما حطيت الزغاليل في عين زي كده، العين زي ما احنا شايفين مقفولة من هنا بخشب عشان التهوية اللي جاية عليهم. احنا هنا البلكونة ماشي. بيبتدي انا بعزل الزغاليل هنا في حدود 15 يوم. دي المصطبة اللي فوق دي او العينين اللي انا عاملهم فوق دي بتاع الزغاليل، ده عمر اكبر من ده ماشي. بعزلهم 15 يوم. ببتدي بقى طريقة التأكيل بتبقى ايه عشان الزغاليل تعرف تشد في الاكل. بجيب مكلف زي ده واجي مثلا في الصبح مرتين، في الصبح وبالليل، احط لهم اكل فيه، واحط للزغاليل مره الصبح ماشي. بعد ما احط لهم الاكل اسيب الاكل قدامهم في حدود نص ساعه، نص ساعه من اول ما بحط الاكل لحد ما بشيله. كلوا ما كلوش لازم اشيل الاكل. حطيت انا دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين ابتدوا يلقطوا وابتدوا ياكلوا فيه. فطبعا دي حاجه جميله ان هو حطينا دلوقتي كلوا، فهيبتدي ياكلوا مثلا دلوقتي هياكلوا قليل شويه، بس نص ساعه ونشيل الاكل حتى لو اكل زي ما هو. هاجي الصبح هعمل نفس الكلام، كلوا ما كلوش لازم اشيل الاكل عشان خاطر وده النظام الطبيعي اللي المفروض ان احنا نستخدمه مع كل الحمام. بعد نص ساعه نشيل الاكل من قدامه، سواء بناكل مره بناكل مرتين، بعد نص ساعه بنشيل الاكل من قدام الحمام عشان خاطر لو فضل الاكل قدامهم والاكل فضل وتوسخ يعني وشافوه كتير، هيجي بعدين هياكلوا قليل. النهارده دلوقتي هاجي مثلا معادي اكله مثلا تاني بالليل، هتلاقوهم مش عايزين ياكلوا. احنا مش عايزين الكلام ده. الاكل لما بيتشال من قدامهم على طول بيجي بالليل بتلاقوهم داسوا في الاكل وهكذا. وخصوصا الزغاليل، احنا دلوقتي موضوعنا الزغاليل بناكلهم ونسيبهم ان نعودهم ان الاكل هيتشال من قدامك، اكلت ما اكلتش بيتشال. طبعا هو المسقه دي هتظبط معاهم كويس، هم دقيقتين وهتلاقي عرفوا طريق المسقه وحدهم. برضو لو بنشرب مسائل عاديه برضو بنحط لهم المسقه جوه تكون في مكان ظاهر. بنأكل مرة الصبح ومرة بالليل. طبعا إذا كان حد إذا ما كناش بنستخدم فيتامينات طول الشهر، أنا عن نفسي عشان بستخدم فيتامينات طول الفترة اللي فاتت، فدلوقتي مش فارق معايا سواء اديتهم ولا لا. لكن لو مش بنستخدم لازم أول ما نطلع الزغاليل من عند الأهالي ونبتدي نعزلهم في عين واحدة نبتدي نديهم أي فيتامينات، يا إما بيبي فيت يا إما فيتاماونت يا إما فيدروب بديكال، اي حاجات اللي هي الفيتامينات اللي مخصصه للزغاليل اللي احنا بنستخدمها على طول للزغاليل كده. طبعا بعد ما بنعزلهم 15 يوم انا عن نفسي ببتدي ابعدهم زي ما قلنا قبل كده، ببتدي ابعد الحمام عن الحمام الكبير. انا عندي كل الحمام الموجود هنا في المكان اللي احنا فيه ده، سواء الكام عين دول او باقي العيون دي، ان انا ده كله حمام كبير ماسك، مفيش حاجه صغيره وسن مختلف غير دول يقعدوا 15 يوم 15 20 يوم ويبتدوا يطلعوا فوق، ودول نفس الكلام يبتدوا يروحوا بقى المكان اللي فيه شباب وزغاليل وفيه برضه حاجات شغاله، بس برضه مش حاجات انا يعني اللي هو ايه، برضه مش في نفس المكان اللي هم فيه، برضه عيون بتبقى بعيده عنهم شويه. بس زي ما قلت عايزين نحافظ على الحمام الكبير قبل كده، نبعد عنه الزغاليل اول باول. بعد ما اتفطموا الزغاليل انا ليه ما قلتش اخدهم من هنا واوديهم مكان تاني؟ عشان الزغاليل اتنقلت طالعه في مكان زي ده، هبتدي افطمها ما اغيرلهاش الجو 100%، يعني هبتدي اغير الجو سنه سنه. خدتها من عين، يعني مثلا انا خدت قص دلوقتي من عين ده فحطيته في العين دي، حطيته في العين دي، نفس الجو قريب، نفس الجو اللي هو كان عايش فيه. ما ابتديش افطمه عن كل حاجه، ما ابتديش اخده من هنا واروح مطلعه مثلا فوق درجه الحراره مختلفه، البكتيريا الموجوده مختلفه، كل حاجه مختلفه عنه. بيبتدي يحصل له حاجه، يعني حاله صدمه بتوقع جهاز المناعه بتاعه، يبتدي بقى يبقى عرضه للامراض. فاحنا بندرجه، بس اهم حاجه بعد ال 15 20 يوم يبعد عن الحمام اللي شغال.
بس كده بنعزله وكده بقى. ولما بنهتم بيه ديك شايفين صحة الزغاليل دلوقتي بعد الفطام بشكل سليم يبتدي، والتغذية بشكل سليم في الفترة اللي جاية. الحمام ده بيشتغل قبل، يعني دايما لو سألت اي حد في الطبيعي الحمام بيشتغل بعد ايه يقول لك 6 شهور. انا ما عنديش حمام يشتغل بعد 6 شهور. في حمام عندي بيشتغل يعني غالبية الحمام اللي بيحصي عليه 3 ريشات و4 ريشات. انا عندي ذكر هنا فاكك، يمكن ثواني اوريه لكم. الذكر ده فاكك يمكن يكون 4-5 ريشات، وشغال وحصانه اتحضن اهو. اوريه لكم قدامكم اهو، اهو واضحه قوي. ده فرد شغال الحمد لله اهو. عليه كام يا جماعه؟ عليه 5. الفرد ده شغال وهو فاكك 3 ريش، ذكر جعفري اهو. الفرد ده شغال ربنا يعلم، الفرد ده شغال وهو فاكك 3 ريش. المهم التغذيه والاهتمام السليم. مفيش حاجه اسمها الحمام يقعد 6 شهور ويقعد 5 شهور. الوقت دايما ملوش، يعني الحمام مفيش حاجه اسمها وقت فيه. زي ما انا قلت مفيش عمر هفطم فيه الزغاليل، في ميعاد ينفع الزغلول يعتمد فيه. اعتمد بعد 20 يوم تمام، اعتمد بعد 30 يوم تمام، اعتمد بعد 40 يوم تمام. ما انا فرد اهو اللي انا رجعته مكانه، ايا كان سنه. مثلا هنقول ان هو قرب على يعني نقول قرب على 30 يوم، بس مش هتعزل دلوقتي، معاه 10 ايام تاني عشان يتعزل. فدايما في كل حاجه، حتى شغل الحمام، الشغل يعني ادي اهو عشان برضو نبقى فاهمين. ادي فك، ادي عليه 5 عشان برضو نتاكد. ادي اهو عليها 5 ايه. فبس نبقى فاهمين شغل الحمام ماشي بيجي من الاهتمام والرعايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ونقول شكرا على المشاهده، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.